تعليق مثير لمبابي عن حرمان فينيسيوس من الكرة الذهبية. ليس ساليبا فقط، ريال مدريد يراقب جوهرة أرسنال الثمينة. أسطورة ليفربول: انتقال أرنولد إلى ريال مدريد سيكون صادما، ولكن مودريتش يضع ريال مدريد في ورطة، المهمة المستحيلة. المدافع الشاب الذي يريده ريال مدريد بجانب أسينسيو. السلام عليكم، مرحبا أصدقائي، هذه أبرز عناوين نشرة أخبار اليوم. وإذا كنت من محبي ريال مدريد لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، ونبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله. يواصل ريال مدريد تحركاته لتعزيز خط الدفاع، وفي إطار سياسة النادي لضم اللاعبين الشباب الموهوبين، يرغب النادي الملكي في ضم لاعب يكون حجر الأساس لدفاع الفريق الملكي في السنوات القادمة بجانب الشاب راؤول أسينسيو. وهذه المرة وضع ريال مدريد عينه على المدافع الشاب دين هويسن الذي جذب اهتمام النادي الملكي. ووفقا لتقارير صحفية إسبانية، فإن إدارة الميرينغي تراقب عن كثب تطور هويسن الذي يلعب حاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع بورنموث. جاءت هذه التلميحات بعد مشاركة هويسن مع المنتخب الإسباني، ما أثار التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى سانتياغو برنابيو ليشكل ثنائيا دفاعيا مستقبليا مع أسينسيو. وتشير التقارير إلى أن الشرط الجزائي في عقده يصل إلى 50 مليون يورو وسط منافسة من أندية كبرى مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي. كشف الإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي الشهير المختص بأخبار انتقالات اللاعبين عن موقف الكرواتي لوكا مودريتش النهائي من الاستمرار مع ريال مدريد الإسباني. وسينتهي عقد النجم الكرواتي الكبير ابن 39 عاما مع ريال مدريد في صيف العام الجاري، وحتى الآن لم يتخذ الريال قراره النهائي بشأن تمديد عقده لموسم آخر. وأشار فابريزيو رومانو إلى أن لوكا مودريتش يرغب في البقاء مع ريال مدريد لموسم آخر حتى صيف عام 2026. وأكمل الموقع أن ريال مدريد يبقى الخيار الأول والأخير لمودريتش، ولا يفكر في الانتقال لأي فريق أخر بانتظار قرار إدارة المارينجي. تراقب إدارة نادي ريال مدريد جوهرة أرسنال الثمينة إيثان نوانيري تمهيدا لإمكانية التعاقد معه مستقبلا. ويقدم نوانيري مستويات طيبة للغاية مع فريقه في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ونجح في جذب اهتمام النادي الأكثر نجاحا في القارة العجوز. وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إسبانيا، فإن ريال مدريد أرسل عددا من كشافيه لمراقبة نوانيري هذا الموسم. وأشار التقرير إلى أن نادي أرسنال يعتبر نوانيري لاعبا لا يمكن التفريط فيه، ولكن ذلك لن ينهي اهتمام بيريز بخدماته. ويبلغ نوانيري من العمر 17 سنة، ويجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي الأيمن، وتبلغ قيمته السوقية حاليا حاجز 30 مليون يورو. وستجيب الفترة المقبلة عن السؤال بشأن مصير مستقبل نوانيري في حالة الرحيل عن أرسنال. قال روبي فاولر أسطورة نادي ليفربول إن انتقال النجم ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد سيكون صادما لجماهير الريدز، ولكن يجب احترام قرار النجم، وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ولم يتم التوقيع على عقد جديد. ويحظى ريال مدريد بالفرصة الأكبر للحصول على خدماته في الصيف. وقال فاولر في تصريحات نقلتها شبكة توك سبورت البريطانية: الأمر صعب، لأن بقدر ما نحب نادي ليفربول لدينا هذا المقدار من الانحياز. وتابع: نحن نشجع ليفربول، ونعتقد أن الجميع يجب أن يكون في النادي ويجب أن يبقى هنا. وأضاف فاولر بوضوح: حينما نتحدث عن أرنولد فإننا نعرف أن اسمه سيرتبط بخطوة انتقال محتملة لكل هذه الأندية العظيمة، لأنه لاعب عظيم. وأكمل: أنا مشجع لنادي ليفربول، وأرغب أن يبقى أرنولد وأن يفوز بكل شيء مع النادي، ولكن إن كان عليه الرحيل فإنه لن يكون لدي أي شكوى، لأنه أعطى كل شيء للنادي. وحقق أرنولد مع نادي ليفربول الكثير من الإنجازات، أبرزها تحقيق لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال.
أوروبا وكأس الرابطة مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي. تحدث النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد عن حرمان زميله فينيسيوس جونيور من جائزة الكرة الذهبية خلال العام الماضي، وكان فينيسيوس هو المرشح الأبرز للفوز بالجائزة المرموقة خلال ختام عام 2024، ولكن الكرة الذهبية ذهبت في نهاية المطاف لنجم مانشستر سيتي رودري مبابي. ترشيحات الكرة الذهبية تعلمنا درسه فينيسيوس. وقال مبابي في تصريحات نقلتها صحيفة أس الإسبانية: هل يمكن لديمبيلي أن يفوز بالكرة الذهبية؟ كنت أعتقد أن فينيسيوس سيفوز بها، ولكن في النهاية فاز بها رودري. وتابع: لو أخبرتك بهذا الأمر قبل 3 شهور كنت ستقول لي عن أي شيء تتحدث، هل يعقل؟ وأوضح نجم ريال مدريد فكرته بالقول اليوم: نحن لا نعرف هوية من سيفوز بالكرة الذهبية، ولا يجب استبعاد أي اسم. كل اللاعبين يمكنهم أن ينالوا التكريم بما فيهم حراس المرمى. وتابع: أنا مركز مع ريال مدريد والثلاثية التاريخية التي يمكننا أن نحققها، هذا أمر لم ينجزه النادي من قبل، وسيكون من المميز جدا تحقيق هذا الأمر في أول موسم لي. ذكرت صحيفة أس أن الجميع في تركيا بالمنتخب مستاء من الطريقة التي يتعامل بها الشاب أردا جولر من مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد الإسباني، ولم يحظى أردا جولر بفرصة المشاركة كأساسي مع ريال مدريد، بل ولم يشارك كثيرا حتى كبديل، في إشارة إلى خروجه من حسابات المدرب الإيطالي. وأشارت الصحيفة إلى أن في تركيا الجميع يشعر بالدهشة وسط الأخبار التي تتحدث عن إمكانية رحيل اللاعب في الصيف. الجميع في تركيا مستاء من تعامل أنشيلوتي مع نجمهم جولر. وأكملت الصحيفة أن مدرب تركيا يخطط إلى إدراج أردا جولر في التشكيل الأساسي للمنتخب على الرغم من عدم مشاركته بانتظام مع ريال مدريد، لأنه مؤمن تماما بإمكانيات النجم الشاب الذي يعيش أياما عصيبة مع ريال مدريد. ويعود أردا جولر لمنتخب بلاده من أجل الحصول على فرصة للتألق من جديد والشعور بالأهمية من جديد. يراقب نادي ريال مدريد الحارس الشاب خوان غارسيا صاحب 23 عاما لاعب إسبانيول كخيار مستقبلي لتعزيز مركز حراسة المرمى، سواء لتعويض أندريه لونين في حال رحيله هذا الصيف أو ليكون بديلا طويل الأمد لتيبو كورتوا. ورغم اهتمام النادي الملكي، إلا أن التعاقد مع الحارس لشاب يبدو صعبا، حيث يمتلك عروضا تضمن له المشاركة الأساسية، وهو أمر غير متاح في ريال مدريد حاليا. كما أن الإدارة ليست في عجلة من أمرها، لا سيما مع استمرار عقود كورتوا حتى 2026 ولونين حتى 2030.